ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنبدأ فيديو جديد، وفيديو النهارده هيبقى يعتبر خطة عشان تبدأ تتعلم الانجليش بتدرج. تمام؟ فناس كتير كانوا معايا طلبوا اذاكر معاهم مثلا اللغتين اللي انا اتعلمتهم وما زلت بتعلمهم، يعني علشان مش بيرفكت في حاجة فيهم، الانجليش والتركي. تمام؟ فكرت اصور عن الفكره دي بدل ما اشرح لكل واحد لوحده، اصور مره واحده. اللي يحتاج الفيديو او الفكره ابعت له اللينك، وهعمل بلاي ليست كامله تتكلم عن تعليم اللغات في القناه بتاعتي. تمام؟ فالفيديو ده هيبقى يعتبر زي خطه، واديكوا تعريف بسيط هتعمل ايه علشان تذاكر اللغه تمام نفسها، مش هيكون في درس. تمام؟ فاول حاجه لازم تعرف قبل انك ما تتعلم، تعرف انت ازاي تذاكر، يعني تعرف اصلا دماغك ماشيه ازاي. يعني في ناس بتعرف تذاكر ساعة متواصلة عادي وتاخد بريك 5 دقايق وتكمل، في ناس بتذاكر نص ساعة وبعدها تتشتت تاخد بريك 5 بعدين تكمل تاني. تمام؟ دي طريقة مذاكرة من طرق المذاكرة الكتير يعني. فمن الطريقة اللي الناس بتنصح بيها كتير اسمها بومودورو. اكيد ناس كتير سمعت عنها، بس هدي شرح بسيط. البومودورو ان انت بتذاكر حبة وتاخد بريك حبة، 25 دقيقة و5 دقايق، تفضل بقى على نفس النسق ده لحد ما تخلص حوالي ساعتين او جزئيه انت بتذاكرها. يعني لما تيجي تذاكر ما تذاكرش ساعتين، لا ذاكر جزئيه. يعني مثلا انا عايز اخلص اليونت ده النهارده، بدل ما تقول انا عايز اذاكر ساعتين النهارده. تمام؟ تاني حاجه معانا ان انت تعمل خطه علشان تذاكر. يعني مثلا انت بتخطط الوقت الاسبوع بتاعك اهو، بعيدا عن مدرستك او كليتك، انت دلوقتي خلصت الحاجه الاساسيه اللي وراك. حتى لو انت شغال برضه بالليل او في الوقت الفراغ بتاعك تذاكر ساعة على الاقل، نص ساعة يا سيدي. ممكن ما تذاكرش، تعتمد على السمع اللي انت بتسمعه من البودكاست. مثلا في المواصلات تحمل بودكاست ممكن تسمعه. هتقولي طب انا دلوقتي مش فاهم انجليزي عشان اسمع بودكاست اصلا. كل اللي انت هتعمله ان انت برضه هتسمع بودكاست، يعني انت كده هتسمع غصب يعني بس انت ليه هتسمع؟ طيب طالما ان انت مش فاهم، انت هتسمع عشان تعود ودنك، ولما ودنك تتعود على اللغة هتلاقي بالتدريج انت جمعت كلمات ولقطت، بقيت تفهم جملة مرة واحدة. اللي هو هتلاقي ان انت جمعت جزئيات كبيرة من اللغة وجمل ولو سمعت بودكاست اصلا من النيتيف سبيكرز نفسهم او من المتكلمين المحليين للغة، مثلا الانجليزي لو سمعت الناس بريطانيين او اجانب عموما، هتلاقي لهجتهم اصعب. تمام؟ ففي ناس بتركز على اللهجة او الاكسنت. انت دلوقتي في الاول ما تركزش خالص على الاكسنت او اللهجة، هي بتفرق ده لو انت وصلت مستوى بروفيشنال. انه انت لسه جاي تبدأ فما تفكرش خالص في الاكسنت. اهم حاجة فكر في ان انت ازاي تذاكر، ازاي تجمع حصيلة حلوة. والجرامر حاول تركز فيها. تقولي طب انا دلوقتي عايز اتكلم اللغة مش عشان حاجة اكاديمية، عايز اتعلم اللغة عشان اتكلم مع حد. انت برضو الجرامر هيفرق معاك على انت هتيجي تتكلم مع حد علشان ازاي تكون جملة اصلا. تمام؟ فالجرامر شيء كبير. برضو مش هتركز عليه نفس التركيز لو انت عايزه علشان تتكلم مع حد، او ان انت تركز عليه قوي بكثافة بدل ما انت عايزه مثلا لتعليم اكاديمي، كلية، شهادة عليا كده عموما يعني. طيب انت دلوقتي محتاج برضو حاجة كمان، محتاج تخلي حياتك متمحورة على اللغة. تقولي ازاي؟ يعني انا عايش في بلد عربية مثلا مصر، اغلب المتابعين من مصر. فانت دلوقتي عايش في مصر، ازاي تخلي حياتك متمحورة مع اللغة؟ انا دلوقتي مثلا اللابتوب كاتب عليه السكريبت، هتلاقيني ببص كتير عشان كاتب السكريبت فبقرأ. عامله انجليزي. تمام؟ حتى لما باجي اكتب مع نفسي، حتى لو بكتب غلط وبكتب انجليزي، اديني طالما ان انا في النوت بتاعتي محدش هيقرأ اللي انا بكتبه. حتى لو بكتب غلط انا بعود نفسي على الكتابة. بفتح الكاميرا وافضل اتكلم قدام الكاميرا. دي نقطة مهمة جدا هتعودك ان انت تاخد ثقة ان انت تتكلم مع حد او قدام حد. لو انت مش لاقي مثلا حد من صحابك يتكلم خالص، ممكن تفتح الكاميرا وتتكلم مع نفسك، او تتكلم مع نفسك قدام المراية باللغة اللي انت عايزها. تمام؟ فانت هتعمل ايه بقى؟ تخلي موبايلك انجلش، تسمع بودكاست الناس اللي انت متابعها. يعني انت مثلا بدل ما تتابع ميمز عربي، يا عم تابع ميمز انجلش عادي، تلاقي نفسك بتضحك برضه نفس الضحك عادي. فاهمني؟ بالتدريج هتلاقي الحوار صعب قوي في الاول، بعدين هتلاقي نفسك اللي هو سهل، دي لغة تانية. يعني هتلاقي نفسك تعتبرها ساعات لغة اولى اصلا، اللي تتكلم بيها بطلاقة وحاجة كويسة قوي. فانت بقى ايه، زي ما قلت لك ركز على حوار ان انت تتكلم قدام الكاميرا وتتكلم مع حد، لان دي اصلا مهارة من المهارات الاساسية اللي هي السبيكنج. اللغة اصلا بتتقسم لسبيكنج، listening، writing، وجرامر، ومحاور كتير. بس انت ما تركز على محور واحد وتسيب باقي المحاور، ركز على كله مع بعض.
طبعا بالنسبة ان انت مشيت على الحوار ده فعلا ل3 شهور وتابعت بقى الفيديوهات اللي انا هنزلها باذن الله الفترة الجاية عن الجرامر والفوكابلري، مش هتبقى بيرفكت. مفيش حد هيبقى بيرفكت في ال3 شهور، حتى الا لو هو مثلا تسافر البلد نفسها. انت دلوقتي عايز تتعلم تركي وسافرت تركيا، هتلاقي نفسك في شهر اصلا واحد اتقنت اللغة. بس انت دلوقتي في مصر وعايز تتعلم لغة بره، المانيا مثلا، تركي، الانجليش ده اساسي. يعني بجد لازم الانجليش يكون اساسي حاليا، لان كل الناس بقت بتتواصل بالطريقه دي. هتلاقي في المدارس، يعني سواء كنت في مرحله ثانويه، اعدادي، في كليه، اتخرجت، بتشتغل، ما كملتش كليه وبرضه بتشتغل، هتحتاج الانجليزي في كل الحالات يعني. فبس اهم حاجه ان انت تكون كسرت حاجز البدايه. يعني معنى ان انت كسرت حاجز البدايه فانت حرفيا مش هتقف. اللي هو انت بدات، فانت يعني اللي هو مش هتكسل طالما ان انت يعني فكرة اساسا ان انت بدأت في حاجة صعب ان انت تكسل فيها بعدين. انت دلوقتي عملت موبايلك انجلش وحملت كذا بودكاست وبقيت منتظم ان انت تعمل العادة دي، ان انت تفضل تسمع، تفضل تقرأ وتكتب. هتكسل امتى؟ ما ده شيء بقت حياتك جزء منه، فاهم؟ زي ما انت جزء من حياتك مثلا ان انت تسمع اغاني، ان انت تشتغل شغلانة معينة، دي هتبقى برضو جزء من حياتك، فاهمني؟ حاول تخليها عادة مستمرة عليك. وبس كده نكون خلصنا اول فيديو البلان بتاعتك علشان تبدأ اللغة بالذات الانجليزي. تمام، ممكن اعمل ليست تانية تتكلم عن التركي، بس احتمال تكون في قناة تانية لوحدها ساعتها، لان انا شخصيا بفضل اساسا التركي عن الانجليزي ساعات، لان هي لغة قريبة من العربي جدا، قريبة جدا من العربي، وهي برضو فيها انجليزي كتير. تالت حاجة ان اصلا تركيا دولة اسلامية، ففرصة ان انت تسافر هناك وما تتأثرش بالثقافة التالتة، اللي هو مثلا انت سافرت المانيا هتلاقي حاجات غريبة هناك طبعا ما ينفعش نتكلم عنها، فمش هيحصل لك اي culture shock خالص. هتلاقي ان انت ثقافتك اصلا كعربي قريبة من الاتراك لانهم مسلمين. طبعا انا ما سافرتش علشان احكم، بس ده كل اللي انا اعرفه. تمام، بس متنسوش تتابعوا باقي الفيديوهات بتاعت لسه اللغات، وسلام.